السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد مع محمد العاص. النهاردة يا صديقي هنشرح إفكت جديد عشان نكمل البلاي ليست بتاعتنا ويبقى فيها 25 إفكت. إفكتات كلها متميزة احترافية جدا. أول حاجة يا صديقي هنعمل نيو كومبوزيشن. تمام. هنسمي الكومبوزيشن ده واحد مثلا. هنعمل 1920 في 1080 والفريم 24 فريم، وهنخليه 10 ثواني كويسة جدا. بعد كده يا صديقي نعمل اوكي. بعد كده هنبدأ ننزل، احنا عايزين ننزل نعمل تكست وننزل عليه الافكت. تمام. خلينا نجيب صورة افضل. يعني انا مثلا لو عندي صورة زي اللي انا نزلتها حاليا دي، لو عندي صورة زي دي، تمام، هنزل عليها دلوقتي الافكت. هعمل سيرش في الافكت اند بريسيتس، وبعدين هكتب بيج تيرن. تمام، بيج تيرن. هتبدأ تسحب الافكت. طبعا انا بفضل ان احنا ممكن تحطه هنا او تحطه هنا على اللاير نفسها، بس انا بفضل ان انت تشتغل في الكومبوزيشن في التايم لاين من تحت وتحطه على اللاير نفسها بالشكل ده. تمام يا صديقي. طبعا هو بدأ يعمل معاك هنا شغل شوية. تمام. بس احنا عايزين نعدل فيه شوية، نخلي دي توب ليفت كورنر. تمام. تبقى بالشكل ده. خلينا بس نخلي دي ثيرد عشان يبقى أسرع معانا شوية. أيوه، تبقى بالشكل ده. تمام. بعدين هنرجعها مكانها. اسحب دي لفوق كده. هو بس التحميل تقيل شوية. تمام. حلو أوي كده يا صديقي. طبعا أنا عايز أعمل كي فريم. تقدر تعمل كي فريم من هنا، وبعدين تيجي بعد ثانية مثلا تشوف أنت عايز تجيب النقطة دي فين. مثلا عايز تسحبها كده مثلا، أهي، تبقى بالشكل ده. الموضوع بسيط جدا، وكمان بيبقى فيه شفافية. وطبعا تقدر تغير ده زي ما أنت عايز. لو أنت عايز النهاية والبداية، ممكن كده احنا عايزينها بالشكل ده عشان تبقى شكلها أفضل يعني. تمام. كمان عندك هنا، ده انت بتزود شفافية الاوباستي بتاعة الباك. يعني انت عايز الباك يبقى باين معانا ولا مش عايزه يبقى باين خالص. تمام. دي برضو حاجة ترجع لك على حسب شغلك وعلى حسب انت عايز يبقى الدنيا عاملة معاك ازاي. تمام. هتبقى بالشكل ده. وكمان طبعا تقدر تتحكم هنا في اللايت بتاعته. طبعا هو بيديك واقعية، يعني انت كل ما بتعدل فيه اكتر كل ما بيديك واقعية اكتر للشغل بتاعك. طبعا تقدر تغير من هنا، ده توب ليفت وده من تحت. تمام. رايت كورنر. تمام. بس بفضل انا طبعا اللي هو التوب ليفت. تمام. حلو قوي يا صديقي. تعالى بقى نعمل تطبيق كده يكون مميز شوية. ننزل، عايزين نكتب تكست. نكتب هنا بيج كده. تمام. بالشكل ده. وبعدين هعمل كنترول وضغطتين هنا عشان اخلي الانكر بوينت في النص. وبعدين هبدأ أكبر كده، شيفت وشد، وبعدين من الألاين وأبدأ أعمل كده. وتمام. وبعدين أنا عايز أخلي دي أعملها كنترول دي عشان تبقى دبل، وهغير اللون اللي تحت. اللي تحت هغير لونها. وبالتالي أنا عندي هنا البانل بتاع الكاركتر. هبدأ إن أنا أغير اللون زي ما أنا عايز. أنا مثلا عايز اللون يكون كده، أو عايزه مثلا يكون كده. تمام. فهنمسك طبعا أول واحدة لونها أبيض، فأنا هبدأ أجيب الإفكت. افكت اند بريسيتس اهو. هبدا اسحبه على اللاير دي، وبعدين هبدا اعمل الكي فريم بتاعتي. طبعا الكي فريم هنا هنختار برضو دي توب ليفت كورنر. وبعد كده يا صديقي هبدا اعمل كي فريم معايا هنا. وبعدين بعمل يو عشان اظهر الكي فريم بتاعتي. وبعدين يا صديقي عندي ثانية وهعمل الكي فريم التانية، وابدا اسحب بالشكل ده. شايف زي ما انت شايف اللي بيحصل. تمام. طبعا انا هاجي عند هنا واخليها ظابطة تمام كده. بعدين هنا بص المنظر. تمام.
انا عايزها بس تيجي على، يعني هنيجي هنا كده، هنرجع بالشكل ده. ايوه انا عايز لحد هنا كده. تمام. وبعدين عايز ازود الاوباستي بتاعتها شوية، يعني شوية مش قوي برضو. تمام. بس كده يا صديقي. تعالى بقى نشغل كده. حلو أوي. برضو هنعدي على شوية اللايت. حلو أوي يا صديقي. شوف كده. تمام. لو دلوقتي يا صديقي عايزين بقى ايه، عايزين نعمل فيها حاجة كمان تخلي الحركة شكلها أفضل شوية، هنحط اكسبريشن. تمام. الاكسبريشن بيتحط ازاي؟ تعمل الت وتضغط على الستوب واتش هنا، فبالتالي هينزل لك اكسبريشن هنا. تمام. تكتب فيه اللي انت عايزه. فاحنا عايزين نكتب ويجل. هيظهر لك هنا اهو. تمام. افتحه. وهكتب هنا 4.40. بس كده يا صديقي. شغل. ده اللي هيبقى الشكل معانا. هيبقى شكله مميز جدا 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 زي ما انت شايف. بص اكن في ورقة. ممكن تعملها بقى على ورقة جورنال، ممكن تعملها على اي حاجة، ولكن شكلها هيبقى مميز جدا زي ما انت شايف كده. تمام. حركة جميلة جدا جدا جدا، وبتنفع في شغل كتير يعني. حتى ممكن تعمل بقى اي حاجة مونتاج ايا كان يعني، بس هي افكت كويس وممتاز. بس كده يا صديقي، وده كان تطبيقنا النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبك، وأتمنى تكون استفدت. ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيديو. وطبعا ده مش أول إفكت لينا في القناة. عندنا بلاي ليست كاملة فيها أكتر من 24 إفكت، وفيها شرح مفصل بكل السيتنج اللي موجودة في الإفكت. أتمنى يعجبك، وأتمنى تكون استفدت. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.